بينهم بعد الاكشن. بيقدر فعلا سلطان يهرب من المستشفى، لكن للاسف مش بيقدر يهرب من رجاله الباروني، وقبل ما يقبضوا عليه بثواني بيجي سعيد وبينقذه من بين ايديهم. وبعد مرور ايام معدوده بياخد سلطان فريقه وبيهجموا على مكان تريشا اللي في الصحراء، وبيرفعوا عليه السلاح وبيهددوه لو ما اعترفش على مكان الحاج سيد فين هيقتلوه ويخلصوا عليه. لكن فجاه بيدخلوا عليهم رجاله تريشا المكان وبيحاصروهم من جميع الاتجاهات، وبيأمرهم تريشا يسلموا الاسلحه اللي معاهم. لكن فجاه سلطان بيطلع قنبله وبيفجرها في المكان عشان يقدر يهرب هو ورجالته، وبالفعل بيقدروا يهربوا وبيموت تريشا هو وكل رجالته. وبنكتشف بعد كده ان مروان بيخون والده وبيشتغل لحساب الباروني، وده عشان ينتقم من باباه لان هو السبب في مرض والدته ووصولها للجنان، وبيطلب منه يمضيله على توكيل عام لجميع املاكه مقابل انه يخلي الباروني يرحمه ويخرجه من السجن اللي هو حبسه فيه بدون ما يأذيه. وطبعا سيد بيرفض انه يقضي عليهم ويسلمهم رقبته، وبيقول سلطان انه محتاج حد يهكر كاميرات مراقبه الفندق بتاع الباروني عشان يقدر يراقب الباروني ورجالته، وبالتالي هيعرف مكان الحاج سيد فين. وهنا بيظهر عماد